أهلا بيكو في مخمخة، البودكاست اللي تعودنا نتكلم فيه معاكو من القلب. ازيك يا دينا؟ ازيك يا سينا؟ هنتكلم على ايه النهاردة؟ عن لا، ايه رأيك في اننا نتكلم النهاردة عن اننا ازاي نقدر نقول لا، وامتى نقول لا، وايه اهمية اننا نقول لا ونعلم ولادنا انهم يقولوا لا. الموضوع ده مهم قوي، لأن الحقيقة معظمنا اتربينا ان احنا لازم نقول نعم، وفكرة ان احنا نقول لا ده يعتبر عدم تهذيب، او ان شخص مش مهذب انه يقول لا لما ما حد يطلب عندوش منه. مرونة. بالظبط. انا بقى شايفة انه لازم نقول لا عشان نحمي نفسنا. نحمي نفسنا من ايه؟ نحمي نفسنا من اننا نعيش او نعمل حاجة احنا رافضينها ومش متقبلينها، علشان احنا مكسوفين او خايفين نقول لا. عشان دايما نبقى الشخص اللطيف اللي مش بيشز، او اللي مش بيعترض، او نبقى مقبولين في وسط صحابنا. ولازم كمان نبقى نموذج عشان ولادنا يتعلموا مننا انهم يعبروا عن رأيهم ويقولوا لا، لان دي حاجة صعبة جدا. انا قعدت سنين اشتغل على نفسي عشان اقدر اقول لا في موقف مش عاجبني. دايما كنت بحس بالاحراج لو قلت لا. فلا، لما بتقولي لا انت بتحترمي نفسك، بتخلي اللي قصادك يحترمك ويشوف حدوده، لان انت مش طول الوقت اه حاضر طيب. بس انا يا دينا شايفة ان احنا ساعات محتاجين نقول نعم، محتاجين ما نقولش لا، لان ده بيأثر على علاقتنا بالناس. اولا مصلحتنا في اوقات كتيرة لما بتقولي لا بيبقى مش مع مصلحتك، الناس بتبقى عايزة منك انك تقولي نعم علشان تبقي مقبولة، included زي ما بيقولوا في وسط مثلا ناس، في وسط مجتمع، في وسط شغل. فساعات كتيرة بنضطر نقول نعم حتى لو احنا عايزين نقول لا. صح، بس المشكلة هنا إننا لو ما حطيناش حدود واضحة مع الناس، هنلاقي إننا بنيجي على نفسنا طول الوقت. طول الوقت إحنا اللي بنضحي. طول الوقت إن إحنا عودنا الناس خلاص نقول ما نعترضش. فيوم ما هتيجي مش قادرة تعملي اللي انت معوداهم تعمليه طول الوقت، هيستغربوا جدا، هيقولوا لك الله انت اتغيرتي او في ايه. فهم مش هيبقوا عارفين يعملوا لك حساب، او انت مش هتبقي رأيك ليه أهمية بالنسبة لهم. يعني مثلا انتوا أصحاب وبيتفقوا على حاجة هيعملوها مع بعض. بديكي مثل بسيط جدا، مش داية، بس بقولك يعني تخيلي هم عارفين ان دينا هتقول طول الوقت، فهم بيعملوا الاتفاقية بتاعتهم وبعدين يقولوا لك. لو انت النهارده جيتي في يوم من الايام قلتي لا، ليه لا؟ ما انت طول عمرك بتقولي من امتى بتقولي لا؟ فبالتالي انت هتبقي طول الوقت فرضتي على نفسك ان انت تعملي حاجة انت رافضاها. عشان ايه؟ عشان انت مكسوفة تقولي لا، مكسوفة تعترض. دي عندك حق فيها. انت عارفة انا شايفة انها بتحتاج تمرين، هتبقى دايما حاجة مرعبة، ومش سهل ان انت تكسري حاجز انك تقفي قدام الناس وتقولي لهم لأ. بس لو عملتيها مرة هتعرفي تعمليها تاني. طب ايه رأيك في موضوع ان احنا بنربي ولادنا كمان على انهم لازم يقولوا نعم وحاضر، وما بنعلمهمش ان من هم صغيرين يقولوا لا. انت عارفة الصغيرين يعني لدرجة ايه؟ يعني انه حتى مثلا وهي طفلة بنتي مش عايز تلعب مع بنت صاحبتي، انا لا يا حبيبتي لازم تلعبي معاها. ليه مش عايز تلعب معاها؟ ما تلعبش معاها. احنا بنحط فيهم من هم صغيرين، وده بيأثر عليهم لما يكبروا، انه لا ما ينفعش ما تقوليش لا. انك لازم تكوني موافقة طول الوقت. الموضوع ده بقى عارفة فيه شعرة بين ان انت تربي طفل بيقول رأيه وبيقول لا، وانه متمرد على النظم وما عندوش ديسيبلين مثلا، او ما عندوش يعني بيخترق القوانين او بيعمل اللي هو عايزه بدون مراعاة المفروض يتعمل. فهي امتى تعلميه يقول رأيه في المواقف اللي لازم يقول فيها رأي، وان في مواقف ما فيهاش رأي. فانت اولا بتبقي لازم نموذج قدامه، تعبري عن رأيك وبتقولي له لا. ثانيا يقول لا امتى وعلى ايه، وفي حاجات ما فيهاش رأيه. فهي بتبقى حساسة قوي انك تعملي التوازن ده، فاهمة؟ ففي الأطفال لازم نبقى مركزين قوي. ايه اللي نعلمهم ايه امتى يقولوا لأ وعلى ايه، وايه اللي المفروض ده قانون او نظام مش هينفع نقول عليه لأ.
بصي، هو يمكن مش داخل الموضوع اللي نتكلم فيه بالظبط، بس انا حابه يعني بما انك اتكلمتي على حته الاطفال، وان احنا امتى يبقى دي حدود ليها وامتى من حقه هو يقول لا. انا بصراحه بعترض قوي على التربيه اللي بيسموها حديثه، بتاع ان الطفل يتساب براحته يعمل كل حاجه في الحياه، ولا مش عايز يروح الحته الفلانيه، لا عايز يلبس براحته، لا يعمل اللي هو عايزه، ده تماما بزياده برضو يعني. يعبر عن شخصيته. هي دي مدارس في التربية فعلا بيقولوا لك ان انت خلي الطفل يكسبرس مشاعره واللي هو عايز يعمله واللي هو عايز يعبر على براحته. مشاعره. ما ينفعش تكسري له شخصيته. انا بشوف التوازن حلو. يعني اوقات هو عارف انه هيقدر يعبر وهنقدر نتناقش، واوقات في حاجة ما ينفعش نتناقش فيها. يعني مثلا انت وانت كبيرة عايزة تقولي لا على حاجات، بس في حاجات ما ينفعش تقولي لا عليها. انت مثلا دلوقتي ماشية في الشارع، احنا الفجر وفي إشارة مرور حمراء مثلا، هتعدي كده ولا كده عشان تقولي لا؟ شارع فاضي، ممكن تقولي هتعدي ما هو فاضي. لا، دي مالكيش رأي فيها، دي حاجة لازم تبقي عندك ديسيبلين او عندك احترام للقانون. فكرتيني دلوقتي ان انا كان في مره مضطريه ان انا اعتذر عن شغل و... وما عرفتش، ما قدرتش اقول لا، وده جه على حساب وانت نفسيتي. ما كنتيش عايز تعمليه. ما كانش عندي الطاقة اني اعمله، ولا عندي الوقت ان انا اعمله، بس ما اتعلمتش اقول لا، وبحس اني لو قلت لا يبقى كأني بقول لهم ان انا مش شاطرة، مش حاطة اولوياتي صح. مع ان على فكرة هو عادي ان البني ادم عنده طاقة وعنده وقت وعنده مقدرة. طبعا. فيمكن حتى لو كنت قلت لا كان حد تاني اخده وعمله احسن مني، معرفش، بس يعني ما تعلمناش نقول لا. مش بس فكرة لا لا، يعني أوضاع غير ملائمة ليا لما أفضل عايشاها طول عمري هعيش مقهورة ليه؟ ليه؟ وهي على فكرة الناس بتتعود إن أنتي بتعترضي لما يبقى لازم تعترضي، فبيعملوا لك احترام وحساب وأنتي كده بتحترمي نفسك. عارفة هي كلها عبارة عن إمتى أقول لا، إمتى أقول إيه، زي بالظبط إمتى أسكت وإمتى أتكلم. إمتى يعني ساعات بيبقى لازم في موقف تسكتي بتتكلمي، هي كلها إمتى أقول رأيي وإمتى أقول لأ انت وإمتى. عارفة، فكرتيني بقى بامتى اسكت وما اقولش رأيي دي. مش رأيي بس، مثلا ساعات كتيرة بنقعد ستات مع بعض ونبقى قاعدين ويبتدوا مثلا يفتحوا موضوع بيتكلموا على ناس تانيين، بيتكلموا عن قصة حصلت، نميمة. وللأسف كتير قوي الواحد بيحس انه محتاج يشارك مع انه مش مفروض يشارك او مضطر يشارك، علشان القعدة عايزة كده. لا طب ما هو فعلا يا جماعة، لو انتوا بتتكلموا على حاجة مش مفروض تتكلموا عليها ومش مقبولة، ما الناس اقوم اقف وامشي واقول لا، مش عايزة اشترك في حديث زي كده. حاجة من الحاجات اللي هي إمتى أسكت وإمتى أتكلم دي، آه ساعات لما بتبقي غضبانة قوي قوي لازم تعرفي تسكتي. عارفة لما يقولك عدي من 1 ل10، صح. قبل ما بتوصلي لل10 وانتي في ال4 وال5 بتلاقي نفسك مش هتعملي رياكشن كنت ممكن تعمليه وتندمي عليه قوي، وتيجي تاني يوم تقولي انا لو كنت سكت. لانه كلام وانتي غضبانة بيبقى ساعات مش حقيقي او يبقى قاسي، بالذات لو مع يور بارتنر او مع حد بتحبيه. فهنا برضو امتى اسكت وامتى اتكلم. انت عارفة، انت بتفكريني كنت مرة اخدت كده كورس اسمه It's all about me. كان في دايما مثال بيقوله لنا اللي هو إشارة المرور. إشارة